يا اهلا بالفيلمويه. النهارده هنحكي لكم قصه فيلم كليك، لكن قبل ما نبدا لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. بيبدأ فيلمنا مع الراجل اللي اسمه مايكل، ودايما كان بيحاول يكسب فلوس ويحقق سعادة في حياته، ولكن الحياة ما كان صعب وبيعاني من الحوار ده. حاله كحالي كحالك أيها البائس الحزين. ده بن ودي سامانتا ولاد مايكل، وفي يوم من الأيام كان بيحاول يساعدهم إنه يشغل التلفزيون، بس ما كانش قادر يلاقي ريموت التلفزيون. وهو رايح الشغل بيقابله الولد ده اللي اسمه كيفن، والمفروض إنه بيرخم دايما على مايكل، بس مايكل ساعتها مسكتلوش. في الشغل بقى بيقابل زميلته أليس، وبعدها بيروح لمدير الشغل بتاعه واللي اسمه جون، والمفروض انه مهندس معماري وعنده خطط عرضها للامير اللي اسمه حبيبه. بيقول لهم انا ما بحبش النافوره وعايز مساحه فاضيه في الهواء الطلق علشان يخصصها للرأس. ساعتها مايكل بيعدل في النموذج اللي قدامهم بالطريقه اللي تعجب الامير. بعدها المدير بيقول له انا عندي اتفاق شغل كده ياباني وانت اللي هتكون مسؤول عنه. مايكل بيقول له بس انا كنت رايح اجازه مع العيال وام العيال، وما ينفعش الاتفاق ده يتاجل شويه يا عم جون. ساعتها جون بيرفض. بعدها مايكل بيجري علشان يلحق يروح يشوف المسابقة بتاعت ابنه في حمام السباحة، وبيوصل في الوقت الأخير وبيلحق يهني ابنه. ده بيل مدرب بتاع بن، بيقول لبن ساعتها شوية نصايح. بيفضل يتكلم في التليفون من الصبح لحد بالليل. أما أبوه بيحاول يلهي العيال كده ببعض من أعمال السحر وخفة اليد. دي دونا مرات مايكل، بيروح يقعد معاه شوية، وكالعادة بتحصل مشاجرات بينهم، وبيقول لها أنا حاسس إن كل ما أعمل حاجة بحبط كل الناس اللي حواليا. قالت له أهم حاجة ما تحبطش الناس اللي بتحبها. قال لها خلاص انا هتفرج على التلفزيون. وساعتها الطياره اللعبه بتخبط فيه، بيفتكر الكلام اللي بن قاله له ويقول انا نفسي في ريموت مسؤول عن كل حاجه في البيت. بيخرج يتمشى بالعربيه بتاعته شويه، وبيحاول يشوف متجر شغال علشان يشتري منه الريموت ده، علشان فجاه بيلاقي قدامه المتجر ده. ساعتها بيعدي على اسم السرير وبعدين قسم الحمام لحد ما بيوصل للقسم الخلفي. بيدخل المكان ده وبيلاقي نفسه جوه ممر ضلمه، وفي النهايه بيشوف عالم مجنون كده اسمه مورتي، بيقول له نفسك في ريموت بتاع كل حاجه، طلبك موجود. ساعتها مورتي بيروح لباب مكتوب عليه القسم الخلفي الابعد. بيدخل مايكل مع مورتي لحد ما يوصل لمكان موجود فيه الريموت اللي بيحلم بيه مايكل. كل البضاعه اللي كانت في المستودع ده مش متسجله على الجهاز، وعلشان كده مورتي اداهوله ببلاش. بيرجع ساعتها وبيجرب الريموت وبيشتغل فعلا. مراته بتنزل وبترجع تتكلم معاه في نفس المشكله. بيحاول مايكل انه يوقف عرض التلفزيون، بس بيكتشف انه وقف الزمن نفسه. بيقول لها انه لو جاب شويه اغبياء هيعرف يعمل معاهم شغل زي ما المدير بيعمل معاه بالظبط. وهو بيشتغل بيجي الكلب بتاعه اللي اسمه سان دانس، وكان عامل له صداع رهيب. وساعتها مايكل بيحاول يستخدم الريموت، قال يعني عايز يوطي صوته، ولكن الغريب في الامر انه فعلا بيوطي صوت الكلب. بيخرج بالكلب وبيكتشف كمان انه قادر يجري الزمن بالريموت. دي جينين صاحبة دونا مرات مايكل، اتخانقوا مع بعض، وساعتها حس انه هيصدع ودماغه هتتفرتك من جينين. ساعتها كده راح دايس على كتم الصوت في الريموت وريح دماغه. تاني يوم الواد الرخم كان عارف يعمل روبوت على شكل كلب، وقال لمايكل ان الكلب ده اغلى من عربيتك. ساعتها مايكل راح دايس عليه بالعربية. مايكل بيروح لمورتي تاني وبيقول له اكيد اللي بيحصل معايا ده مقلب. مورتي قال له لا، كل اللي انت بتعمله ده حقيقي، جرب كده تدوس على الزرار بتاع القايمة. ولما داس مايكل اكتشف ساعتها انه يقدر يرجع ويشوف كمان ذكرياته. رجعنا مع مايكل بالزمن واكتشفنا انه قادر يفتكر لما كان بيروح المخيم مع عيلته. بعدها داس على زرار الخروج وقدر انه يرجع للوقت الحالي مرة تانية. مايكل بيقول له انت مين يا عم انت، وعملت كل الكلام ده ازاي؟ مورتي بيقول له انت عارف انا مين. بعدها كده بيديه كارت الرجل اعمال وبيطلب منه يروح شركته. مايكل ساعتها بيرجع للبيت وبيلاقي ابنه بن بيلعب مع كيفن الرخم، بيعمل فيه مقلب، وساعتها بيوقف الوقت ويخلي الكرة تخبط في وش كيفن. بيدخل البيت بيلاقي مراته دونا بتتكلم مع ابوها وامها في التليفون، وبتقول له هيجوا على العشاء معانا. قال لها يا دونا انا مش فاضي، بس هي بتنفض له وبتقول لهم تعالوا عادي. وساعتها بيجري الزمن بالريموت لحد ما بيخلص وقت العشاء، وبيبقى متاح ساعتها للشغل. مايكل بيطلب مورتي وبيكون عايز يقابله، وساعتها مورتي بيجي بسرعة غريبة. مايكل بيقول له ان الريموت بيقدم الزمن زيادة عن الوقت اللي هو عايز يقدمه. مورتي بيقول له بص خلي بالك، انت لما بتقدم الزمن بيكون في الوقت الواقعي انت لسه عمال تعمل الحاجة دي، وهي بالفعل اللي انت تخطيتها، ويا رب تكونوا فهمتوا. بيحس مايكل ساعتها بزكام وبيجري الزمن لحد ما ينتهي. وهو رايح الشغل بيلاقي الدنيا كده زحمة، وساعتها بيستخدم الريموت وبيجري الزمن، وبرضه بيكتشف انه يقدر يبطئ الزمن. مدير جون بيقول له خلصت الشغل. ساعتها مايكل بيبهره وبيقول له ايوه اتفرج على النتيجة. بالليل بيكون مايكل مع الناس اليابانيين في عشاء عمل، وبيحاول يغير لغة اليابانيين ويخليهم يتكلموا انجليزي، وده علشان يفهم اللي بيقولوه مع بعض في السر.
ولما بيرجعوا بيقول لهم على نفس الخطط والافكار اللي هم اختاروها بالفعل، وده ساعتها بيخليهم مستغربين منه قوي. بيرجع البيت جايب عجله لعياله يلعبوا بيها في الشارع، وساعتها بيقضي وقت مع مراته حلو. بتساله تقول له يا حبيبي فاكر اغنيتنا المفضله؟ وطبعا مايكل لو ما كانش فاكر الاغنيه المفضله في سنه 2006 في الساعه 5 هيبقى ليلته مطينه بطين. ساعتها بيرجع بالزمن علشان يعرفها، وبيخلص من حوار ابن لذينه كده كان هيتعمل معاه. تاني يوم في الشغل بيجيله خبر وحش من مدير جون، وبيقول له لما تخلص كل الشغل اللي عليك مش هتبقى معانا تاني في اي مشروع. ساعتها مايكل بيوقف الزمن وينزل ضرب كده على وش المدير. حلم ناس كتير يا مايكل اقسم بالله. مايكل ساعتها راح لمورتي وقال له انا نفسي اقدم الزمن علشان اوصل للحفله اللي في الشغل ويعرف ايه اللي هيحصل فيها، بس ده معناه انه هيجري الزمن شويه شهور كتير كده. علشان كده مورتي بيقلش عليه قلشه من قلشات الزمن الجميل ويقول له هتفكرني باللي فضل طول اليوم يدور على الاناء اللي جواه دهب وطلع جواه كورن فليكس في الاخر. المهم مايكل جري بالزمن لحد وقت الحفل، وساعتها اكتشف ان مديره بقى مصاحب صاحبه مراته اللي هي اسمها جينين اللي قلنا لكم عليها في الاول. علشان كده بيسالهم علاقتهم دي بقالها قد ايه بالظبط. فهم منهم انهم على علاقه بقالهم سنه. قال جوه نفسه يعني انا جريت سنه كامله لحد ما وصلت اليوم الحفله ده. ساعتها كان عايز يعرف ايه اللي حصل وفات طول السنه دي. شاف المساعده بتاعته اللي اسمها كريستين وسالها عن أليس وقالت له انا جديده هنا. رجع البيت وحاول يشرح لمراته اللي هو فيه، بس هي ما فهمتش منه حاجه. الريموت جري بالزمن وشاف نفسه بيتعشى مع اولاده. اكتشف ساعتها انهم كبروا وقال لهم انتوا وحشني قوي قوي قوي. بعدها شاف كلب تاني كده غير الكلب بتاعهم وسألها بيقول لها الكلب القديم بتاعنا فيه؟ قالت له مات. وساعتها مايكل بيعيط على فراقه. مايكل بيكون عايز يكلم مورتي لكن ساعتها هو بيظهر قدامه. مورتي بيقول له ان الريموت بقى متأقلم على تفضيلات مايكل، علشان كده مايكل بيحاول يدمر الريموت، بس كل مرة بيعمل كده الريموت بيرجع لإيده مرة تانية. بعدها مايكل حاول يتجنب أي حاجة بتخليه يجري بالوقت، وده علشان يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، حتى انه راح الشغل بهدوم الحمام والمدير ساعتها استغربه. جون قال له انه هيبطل شغل ويقعد مع جنين في المغرب وعايز مايكل يمسك الشركة. طبعا ده مش هيعجب مايكل، علشان كده الريموت فهم وجرى الزمن بيه. وزي ما قلنا لكم ان الريموت بدأ يتأقلم مع رغبات مايكل وبدأ يحققها منه لنفسه. الريموت خلاه يسافر 10 سنين بحالهم بالزمن. اكتشف انه بقى تخين جدا وطلب من الريموت يروحوا البيت لانه لقى نفسه في مكان ما يعرفوش. لقى ابنه بنت خين زيه وكان ابنه بيلومه ومايكل مش فاهم ايه اللي بيحصل. حتى بنته سامانتا كبرت هي كمان. بيكتشف وقتها ان دونا مع واحد تاني اسمه بيل، وساعتها الريموت كان هيصفره بس مايكل وقف الزمن في اخر لحظة. مورتي بيظهر مرة تانية وبيقول له انت اللي عملت كده في نفسك، بس اقولك في امل انك تلحق نفسك مرة تانية. كتب ملحوظات واداها لدونا وضرب بيل وبعدها الكلب هجم عليه. بعد 6 سنين بيلاقي نفسه على سرير في مستشفى ودونا جنبه. بتقول له احنا عرفنا ان عندك سرطان وجات لك ازمه قلبيه وان انت اول واحد وزنه يزيد وهو بيتعالج بالكيماوي. بعدها بيعرف ان كل احلامه اتحققت. وبين شغال مع ابوه في الشركه. ساله انت خسرت وزن ازاي؟ قال له كنت بتمرن 3 مرات في الاسبوع مع بيل. مايكل بيقول له تعالى نتجمع مع جدك من تاني زي زمان. بين ساعتها بيقول له جدي مات يا حاج. بيحاول مايكل يرجع بالزمن ويشوف اخر مره شاف فيها ابوه وهو قاعد على المكتب وكان بيعامل ابوه بصوره وحشه جدا. بعدها مورتي بيقول له حقيقته وبيقول له انا ملاك الموت، وساعتها بيحاول يهجم عليه بس بيهرب. بعدها مايكل بيطلب من الريموت يروح مكان هو مبسوط فيه، وبنكون في حفل زفاف بن مع حبيبته وبيشوف امه. وبعدها بيشوف دونا اللي لسه جميله بعد كل السنين دي. شاف بنته سامانتا بترقص مع راجل تاني وبتقول له يا بابا، وعلشان كده مايكل ما استحملش واغمى عليه. بيلاقي نفسه في المستشفى وقدامه ابنه وبنته، وابنه بيقول له انا همشي. مايكل بيقول له هتسافر عشان شهر العسل؟ قال له لا في مشاكل في الشغل كده وانا هحاول اصلحها. مايكل قال له فكك وما تسيبش مراتك. بس بين ابنه قال له مراتي فاهمه ان الشغل عندي مهم. بيكون عايز ينصح بين شويه نصايح علشان ما يكررش نفس غلطته، وبيفصل نفسه من على الاجهزه. ومورتي بيقول له دي الاجهزه اللي هتخليك عايش. وساعتها بيقع على الارض وبيلحقوا بين واخته. ومايكل بيقول لهم على فكره يا اولادي العيله دي اهم حاجه في حياتكم. وبعدها طلع الرساله اللي كان كاتبها لدونا واللي كان مكتوب عليها هتفضلي تحبيني كل يوم. قالت له للابد. وبعدها بيموت وهو بين كل افراد عيلته. بس ايه ده كله كان نايم على السرير في المتجر وبيحلم.
يا سلام يا سلام. وبيشوف الموظف بيقول له ممنوع النوم هنا يا حاج. نرجع بقى نفرفش تاني. ساعتها المعلم بيرجع البيت بقى بيصحي كل اللي فيه. سلام عليكم، تلاجة فيها ميه، انا جعان قوي 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 قوي. وبيقول لمراته انا مشغول وعايز اخطط للرحله اللي هنروح لها. بتفرح دونا ساعتها وتنادي العيال تفرحهم. بعدها مايكل بيلاقي الريموت في المطبخ وبيرميه علشان ما يكررش نفس اللي حصل ده مره تانية. وتوتا توتا خلصت الحدوته وبيخلص فيلمنا على هنا. اعزائنا المشاهدين احنا كمان عايزين نفرح، وفرحتنا هي انك ما تنساش بقى تظبطنا وتشترك في القناه وتفعل التنبيهات كده علشان لسه عندنا ملخصات ناريه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.